السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال يا ربي. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم عجين مورق اللي غادي نديرو بها جوج ديال الاشكال، الملح والحلو. فخليكم ان شاء الله مع المقادير. فعندي في القصريه 500 غرام ديال الدقيق الابيض، يعني تكون نوعيه جيده، يكون رطب. وعندي 4 كاس ديال الزيت وقبيصه ديال الملحه، وكذلك غادي نضيف معلقه ديال الخل كبيره كتكون عامره، وغادي نضيف معلقه ديال النشا حتى هي معلقه عامره. غادي نعاود معكم المكونات. عندي 500 ديال الدقيق الابيض الرطب، وعندي كذلك قبيصه ديال الملحه، و4 كاس ديال الزيت، زيت النباتي، وعندي معلقه ديال الخل ومعلقه ديال النشا. غادي نعجنوا العجينه ديالنا بالماء عادي، الماء بارد. غادي نضيفوا تقريبا واحد الكاس ونص اللي غادي ياخذ لينا كاس ونص ديال الماء. صافي غادي نجمع العجين ديالي، يعني العجين كتكون متماسكه، يعني ما تكونش خفيفه وما تكونش كذلك قاصحه بزاف، يعني كتكون العجين متماسكه. فخليكم ان شاء الله مع الفيديو. وهنا كيف ما كتشوفوا انا وضعت العجين ديالي فوق سطح العمل باش كندلكها واحد شويه، باش ما كيبقاش الطحين يعني متكتل للداخل اولا مكور من الداخل. كندلكوها غير واحد شويه صافي، كنديوها ونجيبوها وغادي نخليها ترتاح واحد شويه باش غادي ندخلوا فيها الزبده ديالنا ان شاء الله. صافي هنايا من بعد ما ارتاحت ليا كديا العجين، غادي ناخذ الدلاك ديالي وغادي نطلقها هكا شويه وغادي نوضع فيها الزبده. فبالنسبه للزبده عندي 250 غرام ديال الزبده ديال التوريق، فيمكن لكم تستعملوا اي نوعيه بغيتو، ولكن ضروري انكم ديروا 250 غرام في نص كيلو ديال الدقيق. صافي هنايا غادي ناخذ ديك الزبده وغادي نضربها هكا بالدلاك بحال اللي كنبسطها هكا شي شويه، عاد غادي نوضعها في وسط العجين ديالي وغادي نتني عليها العجين. صافي هكذا كنتنيها وكنخليها ترتاح غير واحد شويه، وعاوتاني كنعاود نطلقها ان شاء الله. وغادي نبداو دابا التوريق ديالنا. غادي نديرو 4 ديال التوريق. هنايا خديت واحد شي شويه ديال النشا، كيف ما كتشوفوا انا درت غير واحد شويه غير خفيف، يعني غير شتيت غير شويه. صافي وكنطلقوا دابا العجين ديالنا باش غادي نبقاو نورقوها ان شاء الله. وهنا كيف ما كتشوفوا صافي انا ورقت العجين ديالي. صافي غادي نتنيها التنيه الاولى وغادي نرجع عليها الطرف الثاني، وكنحيدو داك الزوائد ديال النشا اللي كيبقى لينا. ودائما الفتحه ديال العجين كتكون على اليسار ديالنا، دائما كنخليوها على اليسار ديالنا. صافي هنايا درنا التوريقه الاولى. دابا هنا غادي نديرو التوريقه الثانيه. كنطلقوا العجينه بنفس الطريقه كما كتشوفوا في الفيديو، يعني ما كنطلقوهاش بزاف، ما كنرققوهاش بزاف، كيبقى السمك ديالها شويه غليظ، يعني باش ما كنعياوش في التوريق ديالنا. صافي هنايا غادي ندير التوريق الثاني. كنتني الطرف الاول وكنجيب عليه الثاني دائما كيف ما كتشوفوا. صافي هنايا كملت جوج ديال التوريق، غادي نخليها ترتاح وغادي ندير دابا ان شاء الله التوريق الثالث. ودائما الفتحه ديال العجين على اليسار ديالي. صافي هنا من بعد ما سرحتها يعني التوريق الثالث، فغادي نتنيها يعني بنفس الطريقه. كنتنيو الطرف الاول وكنزيدوا عليه الطرف الثاني، وكنكون ساليت 3 ديال التوريقات. غتبقى لي الرابعه. غادي نخلي العجين ديالي ترتاح شويه وغادي ندير الرابعه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا العجين ديالي ارتاحت. صافي هنا غادي نطلقها باش غادي نتنيها الطويه الرابعه. ودائما كيف ما كتشوفوا الفتحه ديال العجين كنخليها على اليسار ديالي.
يعني باش كتبقاو عاقلين على التوريق ديالكم. وهنا كيف ما كتشوفوا انا ساليت التوريق الرابع، يعني كنتني الطرف الاول وكنزيد فوق منه الطرف الثاني وكنكون ساليت التورق ديالي. صافي غادي نخلي العجين ديالي ترتاح شويه وغادي نطلقها صافي في خطره باش غادي نشكلوها ان شاء الله. وهنا من بعد ما ارتاحت لينا العجين صافي كنرشوها شويه ديال النشا وغادي نطلقوا العجين ديالنا باش غادي نشكلوها ان شاء الله. فما تطلقوهاش يعني رقيقه بزاف وما تخليوهاش عاوتاني غليظه عاوتاني بزاف. انا غادي نوريكم السمك ديالها هكا خصو يكون، يعني ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه. وغادي نقطعها ان شاء الله وحيده وغادي نوريكم السمك ديالها يعني عن قرب. وهنا الحشوه اللي غادي ندير شويه الفلفله وشويه ديال البصله شحرتهم مع زويته بلديه، شويه الملحه، شويه ديال البزار وشويه ديال الزعتر، وكنخليهم حتى كيشربوا مزيان، يعني ما كيبقاش فيهم كاع الماء باش ما كيضيعوش لينا لاباط ديالنا. والنصف الثاني غادي نديرو حلو، غادي نديرو بكريم باتيسير وغادي نزينو بشويه ديال التفاح. فخليكم مع الفيديو. هنا كنرش هكا شويه ديال النشا باش الا درت الطابع ديالي بغيت نقطع العجين ما يلصقش ليا. غادي نديرهم بشكل مربع. غادي نخدم غير بهذا المرشم، غادي نخدم هكذايا سامبل وغادي ندير عاوتاني داك الظهر ديالو اللي فيه سنينات. وهذا هو السمك ديال العجين ديالنا، يعني كتكون شي شويه يعني غليظه، يعني ما كتكونش غليظه بزاف وما كتكونش رقيقه بزاف. صافي غادي نشكل العجين ديالي ونتلاقى بكم. طريفات كنلاقيهم هكذايا على جوج وكنضغط عليهم من الوسط بالدلاك وكنخرج منهم هكذايا حبات واحد اخرين. وبالنسبه للعجينه اللي كتشيط ليا فكنجمعوها في بلاصيكه وكنوضعوها في الثلاجه، يعني الوقت اللي كنكونوا مسالين كنجبدوها وكنعاودوا نشكلوا بها. كنعاودوا نشكلوا بها مملحات اخرين اولا نديرهم حلوين، فلكم الاختيار. وهنايا العجين ديالي اللي بقات ليا وضعتها في بلاستيكه وغادي نخليها يعني حتى كيكون الانسان هكا مسالي ويخدمها اولا يشكلها بشي شكلات واحد اخرين. صافي هنايا غادي نبدا بالحلوين، غادي نشكل المربعات ديالي. فانا كنت غادي نسبق المالح ولكن قلت علاش لا نسبق الحلو باش ما يشمولياش الريحه ديال الخضر ديال المالحين. فكنوضعوا معلقه هكذايا صغيره تكون عامره في الوسط ديال كل مربع. فالدور ديال هاد الكريم باتيسير اولا الحشوه الا وضعناها الوسط فهي كتنزل لينا لتحت وكيتنفخوا لينا الجوانب. هذا هو الدور ديال الحشوه ملي كنديروها في الاول، اي حشوه مالحه اولا حلوه. صافي كندير هكذا غير معلقه عامره في كل مربع وغادي ندهن ليهم الجوانب ديالهم بالبيض. وكذلك غادي نرش عليهم شويه ديال البافون اولا الزنجلان كديروا نتوما اللي بغيتو اولا كاوكاو. وغادي نزينهم بطريف ديال التفاح من الوسط. بالنسبه للتفاح غادي نضيف عليه شويه ديال السكر سنيده وقطيرات ديال الحامض وغادي نقطعو شرائح طوالين
وبالنسبه للمالحين فهما بنفس الطريقه، هما غادي ندير الحشوه في الوسط وغادي ندهن ليهم الجوانب بالبيض، وكذلك ندير ليهم الخشخاش في الجوانب. فخليكم ان شاء الله مع تتمه ديال الفيديو. من العجين المورق او المربعات ديالنا حلوين، فكندخلوا اللاطه ديالنا للفران. فقبل ما كندخلوا اللاطه للفران ديالنا كيكون الفران شاعل الفوق والتحت حتى كيكون سخون مزيان الفران. عاد كنخشيو اللاطه ديالنا، كنحيدوا العافيه من الفوق، كنطفيوها من الفوق عليهم وكنخليو العافيه غير من التحت حتى كيتحمروا لنا شويه من التحت وكيبداو يتنفخوا. عاد كنشعلوا عليهم عاوتاني من الفوق باش كيزيدوا يتنفخوا وكيعطيونا داك اللون ذهبي، وكنكملوا بنفس الطريقه. صافي هنا من بعد ما كنساليو الحلوين ديالنا فكندوزو الملح، فكندوزو لي ميني بيتزا ديالنا بالعجين المورق. فكناخذوا معلقه حتى هي صغيره عامره من الحشوه كنديروها في الوسط، يعني كتوضعوها غير في الوسط وكنخليو الجوانب باش كندهنوهم بالبيض. صافي هنايا ملي غادي نسالي غادي نوضع اللاطه ديالي في الفران. دائما كيف ما كنقول لكم العافيه تكون عليهم من التحت حتى كيتحمروا من التحت شويه وكيبداو يتنفخوا لينا. عاد كنشعلوا عليهم من الفوق باش كيزيدوا يتنفخوا لينا من الفوق عاوتاني. هادو هما الشكل ديال لي بيتزا ديالنا او لي ميني بيتزا اللي درنا بالعجين المورق. كيجيو رائعين يعني كيف ما كتشوفوا. شوفوا كيفاش كيتنفخوا، كيجيو زوينين. فهنا عندي شويه ديال الفرماج، فزدت ليه شويه ديال الزعتر، وغادي ندير طريفات ديال الطون. فانتم لكم الاختيار، بغيتو ديروا شويه ديال الكفته، بغيتو ديروا غير الفرماج بوحديتو، فلكم الاختيار. انا ما سبقتش الطون والفرماج باش ما كيتحرقوش ليا في الفران، كنخليهم هما اخر حاجه. كندير هكا شويه ديال الطون وشويه ديال الفرماج فوق منهم وشويه ديال الزيتون، وكنرجعوهم يعني في ديك السخونيه ديال الفران كيذوب لينا داك الفرماج. صافي هنايا غادي نكمل التزيين ديالي وغادي نوضعهم كيف ما قلت لكم في الفران حتى كيتشمع ليا الفرماج، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. فسمحوا لي الا كان الفيديو شويه طويل عليكم، فانتم كتعرفوا ان العجين المورق كتاخذ شويه الوقت، فصورت لكم جميع المراحل، مع انني راني زربت شويه الفيديوهات باش ما يجيش يعني باش ما يجيش طويل عليكم بزاف. فنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم.
وهذا هو الشكل النهائي والاخير ديال الوصفه ديال اليوم. فنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم لانها كتجي رائعه. فعجينه ديال التوريق كتجي زوينه، فتبعوا غير المراحل وغادي تنجح معكم الوصفه اكيد. وردوا عليا ان شاء الله في لي كومونتير ديالكم ان شاء الله. فكيف ما كتشوفوا هذه هي اللي درنا البيتزا، درناها مالحه ودرنا هادو حلوين على شكل لي طاخت، كيجيو رائعين حتى هما ما شاء الله، كيجيو زوينين. فيمكن لكم نتوما تزيدوا اي اضافه، تزيدوا كاوكاو محرمش اولا اللوز اولا الشوكولات، يعني المهم داكشي اللي بغيتو نتوما ديروه فلكم الاختيار. فما شاء الله كتجي زوينه، وكذلك الملح حتى هو تبارك الله عليه. كتقيسيها كتفلتت يعني غير بوحديتها ما شاء الله كتجي غزاله. هذا هو الشكل الاخير. تتبعوا ان شاء الله غير الطريقه فغادي تنجح معكم ان شاء الله الوصفه. فبالنسبه للفران، الفران هو اللي ضروري واساسي في هذه الوصفه هذه. ضروري انكم تكونوا شاعلين الفران قبل يكون سخون مزيان، يعني ملي كديروا اللاطه ديالكم كتطفيو الفوقاني وكتخليو العافيه عليها غير من التحت حتى كتشوفوها تنفخات شويه، وكذلك تحمرات شويه من التحت، خدات واحد اللون مذهب من التحت، عاد كتشعلوا عليها من الفوق، كتولي العافيه شاعله عليها الفوق والتحت وهي كتنفخ، كتزيد كتنفخ وكتزيد كتحمر في نفس الوقت. فإلا ما شعلتوش في المرحله الثانيه الفوق عليها راه ما غاديش تنفخ معكم يعني بزاف هكذايا، غادي تجيكم شويه لاباط رقيقه، كتجي مقرمشه ولكن كتجي شويه رقيقه. فضروري انكم في المرحله الثانيه تشعلوا عليها الفران كذلك من الفوق باش كتاخذ داك اللون الذهبي وكتزيد كتنفخ. فنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، كتجي ما شاء الله غزاله. هذا هو الشكل ديالها، القرمشه ديالها ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش اختكم اللايك والاشتراك في القناه، وباش يوصلكم دائما كل جديد ففعلوا الجرس. والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله يا رب.